الفل من البرازيل من ريو جراندي. وادي مركب داخله على المخطاف. وطبعا البرازيل كنا صورنا فيها قبل كده، هي من المناطق المزدحمه دايما بالمراكب، بس هنا طبعا ريو جراندي عشان بيبقى فيه طبعا المصادر اللي هناك اكتر من هنا من ريو جراندي. هنا حتى هنا مختلف، في كذا مركب وكذا نوع وكذا حاجه. هناك في بروناجوا هتلاقي اغلب الاماكن بالك وجميع الانواع. بقول لكم ان مفيش مراكب كتير حوالينا هنا في ريو جراندي برازيل. لا انا غلطان، لحد مدى عينيك ما تجيب من الكاميرا حواليك مراكب. وانا اسف في معلومتي الاول، مراكب كتير بسم الله ما شاء الله. وصلنا ريو جراندي، واليوم كده بينتهي اليوم 31 لينا بعد رحلة طويلة جدا. فيري بيج كامباني ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ريو جراندي. وصلنا ريو جراندي في البرازيل، ودلوقتي هنبدأ الفلوج الجديد. القصة دايما مركب داخلة مركب خارجة، مركب داخلة مركب خارجة، هي دي حدودنا دايما كده. انت خارج غيرك داخل. اهلا وسهلا في البرازيل. ها خلاص فاضل لي ساعة كده وهخرج، هخلص شغل واتوكل على الله على طول على بره، نشوف الدولة ونشوف المدينة بتاعت ريو جراندي النهاردة. اهلا بالسبسكرايب واهلا باللايك. طبعا القناة دلوقتي بقت احسن من الاول، عليها فيديوهات حلوة كتير وعليها محتويات كتير من اماكن كتير ابقى اشوفها ومعلومات كل حاجة. هلا الصين تعمل لك كل حاجة، تعمل لك جرابات كبيرة زي اللي انت شايفها دي بتفرغ في العنبر، تعمل لك كل حاجة انت عايزها. محتاج ايه الصين تعمله لك. عشان كده احنا بنقول الصين دايما مميزة بالحاجات ديت عن اي دولة عن في اعمال الشحن والتفريغ بحاله. Jay, look like starport will be first, huh? Yes, sir. Almost there. بص هو نازل ياخد من الجنب الشمال اهو، عشان دي تعليمات لينا احنا. انا كل ما اتضايق من المجال ده مجرد بس ما اطلع على الدك او سطح المركب، يعني مش عايز اقول لك الاحساس بتاعي بيتغير وكل حاجة عندي بتتبدل، لان بحس ان فعلا المركب ما يفهمهاش غير الناس اللي بتحب البحر. والحمد لله من ساعة ما ابتديت الشغل ده وانا الحمد لله رب العالمين يعني عاشق للمجال ده في بعض اللحظات وبكرهه في اللحظات التانية. فالنهاردة مثلا انا فعلا ساعة ما اكون مخنوق باجي طالع مرة واحدة على الدك كده وقاعد ابص على البضاعة، ابص على الشحن، ابص على التفريغ، اعمل اي شغلانة حتى لو ملهاش لازمة، يعني مثلا اشغل نفسي في اي حاجة بحس ان انا مش عايز اشوف، لان الناس اللي حواليا في المركب هي اللي بتديني طاقة سلبية طول الوقت، طاقة سلبية طول الوقت. وخايفين ومرعوبين ومضغوطين من المفتشين يعني محدش فينا بيشتغل وهو رايق. كل الناس قاعدة تشتغل وهي متضايقة طول الوقت، عايزة طول الوقت يعني مثلا تحسسك ان انت ازاي يعني تعمل شغلانة زي كده، ازاي انت اساسا تفكر انك تعمل حاجة زي كده. فانا بقول للناس دي بجد والله يعني مش هزار، يا ريت تسيبوا بحر، يا ريت يا ريت الناس دي تسيب البحر فعلا. عشان كده بقول لكم مثلا انت لما مش حابب الشغلانه دي ايه اللي يحصل؟ بيحصل بقى خناقات على المركب وبعض المشاكل الشخصيه، والناس بتاخدها بالنسبه للشخصيه، ننتقد بعض ونقعد نزهق بعض طول الوقت و24 ساعه نحاسب بعض على حاجات هي مش كويسه. لكن لو انت بس على الاقل بتعمل شغلك وملتزم وعندك افكار جديده وعندك حاجات جديده تطلعها، وعلى فكره ما بتكلمش على رانك صغير ولا رانك كبير، من اول الكابتن لحد اخر واحد. في كباتن كتير انا اشتغلت معاهم هم كارهين الشغلانه ويقعد يقول لك انا لو بس عندي فرصه ثانيه اسيب الشغلانه دي هسيبها. طب ما تسيبها ارجوك، سيبها يا ريت والله، تبقى وفرت علينا كتير من مشاكل ومن الضغط النفسي، ونلاقي ناس تبتكر حاجه لكن انت ما بتبتكرش ولا بتعمل اي حاجه خالص، وعايز بس طول الوقت تطلع عينينا على المركب وخلاص. فبلاها ضغط يا عم وسيبك من الشغلانه، لا انت هتستفيد ولا احنا هنستفيد. فارجوك يعني ما تطولش الموضوع على نفسك قوي. خلاص ما تقولش هروح اشوف شغلانه ايه، ما عنديش شغلانه تانية بفهم فيها، ما انت اصلا ما بتفهمش فيها.
انت لو بتفهم فيها مش هتعرف ان هي بتاعت ضغط. مفيش شغلانه في البحر اساسا بتاعت ضغط. يعني احنا لو اشتغلنا طول الوقت بالضغط وانت اشتغلت بالضغط وقعدنا بقى نفكر نأذي بعض ازاي، وانت مركز معايا وانا مركز معاك، وانت طبعا لو انت مثلا حد سلطتك كبيره في المركب هتطلع عيني على الفاضي وهتزهقني. انا ممكن يكون على فكره يقول لك ايه في البحر، دي دوره احنا خدناها بس الناس مش مركزه معاها، اوعى تخسر سورسز. يعني ايه؟ اي مصدر عندك في المركب ما تحاولش تخسره، حاول دايما تكسبه. حاول دايما على قد ما تقدر توصل بالشخص اللي قدامك انه فاهم المعلومه عشان يقدر يفهمك المعلومه، وعشان يقدر يجمع لك معلومات كتيره جدا تساعدك. كان في حد كابتن اشتغلت معاه مره قال لي موضوع حلو جدا وخلاني قريت كتاب احلى منه مفيش. قال ايه؟ قال انا الناس اللي شغاله معايا هي مجرد مصادر انا بجمع منها معلومات عشان اقدر اكمل شغلتي. وقال كمان حاجه جمله جميله اكتر، قال لي انا لو خسرت مصدر انا خسرت كميه معلومات. انت متخيل مصدر واحد ممكن يخليه يخسر كميه معلومات؟ فالافضل ان انا احافظ على المصدر عشان احافظ على المعلومات اللي اقدر اجمعها، عشان اقدر اخد قرار واقدر اترانسفير القياده، شغل القياده لغيري، بحيث ان هو يجمع اكبر عدد من المعلومات مني. لكن انا هخليه يشيل هو المسؤوليه لوحده، انا كده بحطه في موقف صعب، لان ممكن يكون عنده قليل الخبره. والانسان اللي قليل الخبره في اي حاجه في العالم بتوصل بيه الدرجه انه مش بيعمل الخطا عشان هو مش فاهم، لا هو بيعمل الخطا عشان هو اساسا متكون عنده في الماضي ان الخطا ده مستحدث، ان انا لازم اعمل اخطاء، لانه ما يعرفش اساسا الصح ايه. فبقت بالنسبه له زي ما بشوف ناس، يا عم ما فيهاش حاجه نعملها تاني، يا عم ما فيهاش حاجه نوصلها تاني. لا، هي الفكره مش في كده. الفكره ان انت شخص مسؤول عن مركب، بتحاول توصل معلومات لغيرك، وبتحاول تساعد الناس على انهم يجمعوا اكبر قدر من المعلومات، وبتحاول على قد ما تقدر تكون انسان كويس على المركب مع الانسان الكويس. انا ما بقولكش تشتغل مع لقيت واحد وحش يبقى خلاص الواحد الوحش ده مثلا تعامله بطريقه كويسه. لا، هو اكيد الانسان الوحش ده هو اختار الطريق ده ان هو يبقى وحش. من الحاجات برضو المهمه جدا، ليه بقول لازم تسيب بحر بسرعه؟ لازم تسيب بحر بسرعه عشان الانسان اللي هيطلع بحر وهو مخنوق، زي ما معايا ناس كتير هنا في المركب، بس في 3 4 انا عيني عليهم طول الوقت هم مخنوقين ومش حابين الشغلانه دي، طول الوقت بيقول لك انا مش فارقه معايا. فكره مش فارقه معاك، فكره ان انت جاي هنا مخنوق، فكره ان انت جاي هنا زهقان، دي هتوصلك لحالتين. الحاله الاولى، انت كل يوم بيعدي عليك في المركب اتقل يوم في الحياه، اتقل يوم، واليوم والشهر مثلا هيبقى ب3 4 سنين عليك، وطول الوقت انت نفسك محدش يكلمك في حاجه، نفسك تبعد عن اي شغلانه فيها حاجه، بتحاول تتدرب مش عشان انت ضعيف، عشان انت زهقان، انت مخنوق، انت قرفان. انا قلت لك مره، انا واحد من الناس مقرر كده، والله ان شاء الله باذنك يا رب هعمل كده. اليوم اللي هوصل فيه لدرجه ان خلاص ما عادش شايف ايجابيات في البحر خالص، ولا حتى 5% نسبه، لا يعني انا مثلا حاطط 10% نسبه، هضطر اخد قرار، لازم اخرج من البحر بسلام وامان، لان انا هطلع هنا اتخنق وهخنق اللي حواليا وهبقى زهقان ومش قادر اشتغل وما عنديش طاقه. لكن طول ما السلبيات انا قابلها هقدر اشتغل، لان انا قلت لك مفيش في البحر سلبيات اعلى، قصدي ايجابيات اعلى من السلبيات. هنا البحر بقت سلبياته اعلى من ايجابياته، قبلت ما قبلتش، هو ده الحقيقه والواقع اللي احنا عايشينه، ان السلبيات دلوقتي اعلى من الايجابيات. وساعات في شهور هتوصل فيها في البحر تلاقي الايجابيات معدومه، يعني ممكن تطلع مثلا اول شهر في المركب الدنيا كويسه وبتاع ولسه بتتعرف على المركب، بعد كده بقى لما تختلط مع الطاقم ورؤسائك، ولو حتى انت كابتن تختلط بقى مع الطاقم وتعرف ايه اللي بيحصل والمشاكل وتكوين المشاكل والمصادر والحاجات والاوراق والشغل والضغوط والتدريبات والحياه بقى بتاعت البحر، ممكن يوصل بيك شهر من كتر الضغوط اللي عليك تبص حواليك ما تلاقيش ولا ايجابيه. الاكل مثلا ناقص، لو عندك مركب فيها انترنت الانترنت مش موجود، الظروف كلها اللي حواليك المحاوطه حواليك كلها بتؤدي لنفس النتيجه، ان انت كاره الموضوع. فاوعى تكون مفكر انك هتطلع هنا تلاقي جنه الله في الارض. يعني المركب تحبها لو انت بتحب روح البحر،
ولو انت نفسك عندك ابتكارات وعايز تطلع حاجات جديده، انا مثلا طول الوقت بحاول اطلع على سيفتي ايديا واطلع افكار واطلع حاجات من دي، بحيث ان انا، وده كله هينزل على المحتويات على اليوتيوب ممكن تبقى تشوفها، بحيث ان انا ما ازهقش بسرعه، واحاول على قد ما اقدر اعمل اي ابداع افتكره ان انا كويس عملت حاجه زي كده. لا والله ده انا كلمت الناس في الفكره دي، ويعني تسلي نفسك. زي ما قلت لك، اليوم اللي تحس ان السلبيات زادت عن الايجابيات بطريقه انت ما عادش قابلها خلاص، او ما بقيتش شايف اي ايجابيه في البحر خالص، غير هي مثلا ممكن تكون بالنسبه لك المرتب، حتى المرتب ده هيكون بالنسبه لك نكسه. ما تحاولش تقبل وظيفه البحر بالعافيه ارجوك، لان مش دي اللي تتقبل بالعافيه، دي شغلانه مش فيها اي ايجابيه تدعو انك تضغط على نفسك. هنا واحد يقول لك الرزق بلاش، لان انت اساسا كل اللي حواليك بيكون مخنوقين منك، كل اللي حواليك بيكونوا مخنوقين منك.